عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده يا جماعة انا جايه لكم بموضوع بجد مضايقني طول النهار، وعمالة اقول يا رب اخلص كل اللي ورايا بسرعة بسرعة، علشان خاطر عايزة اتكلم فيه مع حبايبي الحلوين، وعايزة اتكلم مع صاحبة المشكلة اللي كانت بتقولها. بس النهارده بقى قبل ما نتكلم ما تنسونيش في لايك وكومنت جميل منكم، علشان كل ما اتضايق من حاجة اجي اقولها لكم بسرعة بسرعة وانتوا تعرفوها. يلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولايك وشير علشان يوصلكوا كل جديد. بصوا يا جماعة، النهاردة وانا فاتحة النت الصبح كده وانا قاعدة مع نفسي على الكنبة، فكانت في واحدة عزيزة على قلبي كده بتتكلم، بتقول ايه يعني على موضوع الخلفة. لسه ربنا ما كرمهاش بموضوع الخلفة، فكل لما حد يشوفها، ما ينفعش يا جماعة لما حد يشوف حد لسه ما خلفش، مش اول يعني انا عايزة اجيب لكم الموضوع من اوله، مش من موضوع الخلفة بس. عندنا هنا كمصريين بسم الله ما شاء الله، البنت تبدأ تكبر شوية وتبقى حلوة 18 سنة كده 19 سنة، تبدأ بقى الجيران اللي هي المستفزة والأهل المستفزين أكتر. إيه يا حبيبتي ما جالكيش عريس؟ إيه يا حبيبتي تقول له أمها، هي بنتك ما جالهاش عريس يا حبيبتي؟ هو محدش لسه بيتقدم لها؟ لا والله لسه، بكرة ربنا يكرمها. يلا يعني هما اللي اتجوزوا عملوا إيه؟ إن شاء الله يا حبيبتي ربنا يكرمك. محسسني إنها علة. ان شاء الله ربنا يكرمك. ما تتجوز وقت ما تتجوز، انت مالك؟ بتتدخلي ليه في اللي مالكيش فيه؟ تاني حاجة بقى، المفروض هنا رد الام لما تيجي مثلا البنت، يعني بنتها ولا ده، تيجي تقول لها ما جالهاش عريس، يلا بكره ربنا يكرمها. طب ما هو كريمها يا حبيبتي، هو العريس هو اللي هيخلي ربنا يكرمها؟ انت بتتدخلي في اللي مالكيش فيه ليه؟ وبعدين مش كل شويه قدام البنت تفضلي تقولي لها بوك ما جالكيش عريس ما جالكيش عريس. لما الام ترد ناشف على الناس دي، حتى ولو اهلها، عشان ما يقولوش الكلام ده تاني. ما هو اقول لك على حاجه، كان دايما نقول ايه، الذوق ليه الازوق منه. فهي مش ذوق، فانا هديها على عينها عشان ما تتكلمش كده تاني. معلش النهارده انا منفعله لان بجد في ناس بقت مزعجه في حياتنا قوي. دي حاجه. الحاجه التانيه جت، هتتخطبت، هتدخلي امتى يا حبيبتي؟ يلا ربنا يعينكم على الجهاز ويعين امك على جهازك، ده انت تلاقي لسه هم ما يتلم. يلا ادي موال اتجوزي، نيجي بقى خلاص اتجوزت والحمد لله ودخلت وهديتي كده، لا ما هديتش. ازاي الست تهدى؟ ما تهداش. تيجي بقى تقول لها ايه، انت ما حملتيش، لسه ربنا ما كرمكيش بالعيال. في الطلعه والنازله بقى عند قرايبها، سلفتها، الست ماشيه في الشارع كأن اللي مش مخلفه ومعاها عيال دي فيها مصيبه لا قدر الله، فيها عله، عندها مرض. يا جماعه كله بتاع ربنا. يا ستي يا اللي بتتكلمي عمال على بطال اعقلي شويه. مش معنى ان انت اول ما اتجوزتي ودخلتي وعارفه تلاقي دول سنهم صغير. مش بتكلم على الستات الكبيره، والله الستات الكبيره عاقله. انا بتكلم بقى على البنت اللي هي بتبقى 25 سنه دي ومتجوزه ومعاها عيل ولا عيلين، وفاكره ان هي كده ملكه الدنيا، وان هي ايه عندها كل المواصفات المكتمله للست، وان هي دلوقتي واخده كل حاجه. ويا عيني اللي دخلت دي ولسه ربنا ما كرمهاش بالاولاد، عندها نقص والدنيا عندها مش مظبوطه. فبشفق عليها بقى كل ما اشوفها اقول لها يا حبيبتي بكره ربنا يكرمك بالعيال، عامله ايه؟ لسه ما فيش حاجه. ايه ده؟ ايه الاسلوب اصلا اللي بتكلميها بيه؟ ما ينفعش كل ما تشوفي تقول لها يا حبيبتي ازيك يا حبيبتي عامله ايه وتقومي بايساها. لسه ربنا ما كرمكيش، لسه يا حبيبتي ما خلفتيش، معلش ما تزعليش، بكره تخلفي. انت مالك؟ هي ما اشتكتلكيش اصلا، هي مبسوطه بحياتها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى عز وجل مش مستنيكي لما تقولي لها بكره ما تخلفي ولا مش بكره تخلفي. ربنا سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب. خير عند ربك، وربنا اللي قال كده. وبعدين ممكن تكون هي عندها مميزات احسن منك بكتير، ممكن يكون في بيتها وجوزها وحياتها وهي هاديه مع عيله جوزها وحياتها جميله والدنيا بالنسبه لها رايقه وحلوه ومرتاحه. في بقى واحده تانية، يعني دي المستفزه. في رأي تاني بقى مستفز من الستات، عايزه برضه اقول لكم عليه. اول ما تشوفها تعالي يا حبيبتي اقول لك ايه، مش انا شفت لك دكتور على النت الامراض النساء، وشفتهولك ايه عندهم العقم اللي ما بيخلفوش، جبت لك عنوانه ورقمه وهبقى ابعتهولك واتساب. ايه ده؟ ايه الاسلوب القرف اللي بتتكلمي بيه ده؟
عقم ايه وانت مالك؟ انا عايزه اعرف حاجه. هي الست مستنياكي صاحبه المشكله لما انت تدوري لها على دكتور وتبعتي لها واتساب وتعملي لها؟ اكيد الست بتدور، اكيد صاحبه الموضوع بتدور هي وجوزها. بلاش يا جماعه تتدخلوا في اللي مالكوش فيه، بلاش كلام جارح، بلاش نقابل الناس في العيد الصبح: يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه، ان شاء الله العيد الجاي ادعي. ادعي يا حبيبتي في ليله القدر، احنا في رمضان، ادعي في ليله القدر ربنا يكرمك. انت بتعيدي عليها ولا بتنكدي عليها؟ وبعدين انا ده شق موضوع ان انا اشوف لك دكتور. ده انا شفت كلمه، شفت دكتور العقم دي الكلمه لوحدها قالب طوب اديتيها بيه في دماغها. ده قالب طوب رزعتيها بيه في راسها بتتكلمي بيه. انت فرحانه ربنا يخلي لك عيلينك، يحفظهم لك، سلموا حبايبي على طنط، تقول لها كل سنه وانتم طيبين، مش اكتر من كده. ده الذوق. انما غير كده انت ست قليله الذوق، ست لا تعلمي شيء عن الذوق. نيجي بقى للحاجة المهمة برضو اللي أنا عايزة أقول لكم عليها. دي نقطة كبيرة فاهمها لكم. طبعا احنا شفنا موضوع الدكتور وشفنا كل المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها دي. نقول بقى الحاجة الجديدة كمان أقول لكم عليها دلوقتي. تكون بقى عروسة وداخلة معاها في نفس الشهر، قبلها بعدها بشهر شهرين، والتانية داخلة معاها عروسة، واتقابلوا مع بعض في الشارع. دي حملت ودي ما حملتش لسه، ربنا ما أردش سبحانه وتعالى. وتيجي تقول لها يا حبيبتي بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي بصفو نية: ايه يا حبيبتي الله اكبر؟ تقول لها والله تعبانه مش قادره، وتفضل مثبته ايدها في وش اللي قدامها. معلش اني بقلدها لكم لاني انا المواقف دي شفتها مع ناس كتير. معلش والنبي يا اختي ده انا مش قادره، ده انا مش قادره اقول لك ما بنامش من المغص، ده انا وانا. على فكره انا عايزه اقول لك حاجه، يا رب تكونوا يا ناس يا اللي بتعملوا كده تسمعوني. اللي بيتمنى حاجه بيلاقيها. لما تكببي في وشها وتفضلي تقولي لها انا ما بنامش من المغص، انا ظهري، ده انا وانا، اللي بيتمنى حاجه بيلاقيها. وعايزه اقول لك لما تولدي وتيجي مثلا تقابلك بقى بعد الولاده: الله اكبر بسم الله ما شاء الله، ده البيبي جميل، ده سخن، ده عيان، ده ما بينامش، ده مجنني ومجنن باباه، كل يوم والتاني عند الدكتور. هو انت فاكرك لما قلتي كده بتحصنيه؟ فلتش من ربنا. اول حاجه انت بتكذبي. ربنا سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم. يا ناس يا جهلة، يا ناس يا جهلة، لما تكبتي وتكسفي واحدة، ده انت يمكن لما تجبري بخاطرها ربنا يجبر بخاطرك ويطرح البركة في ابنك او بنتك ويزيدك في العيل اللي جاي. انتوا ايه الجنان يا جماعة اللي انتوا فيه ده؟ ده انت لما تشوفي واحدة لسه مش معاها عيل، خدي ابنك او بنتك واديهولها، قولي لها خدي حبيبتي، فرحيها، املي عليها الفرحة، اديهولها تحضنه وتبوسه، هي مشتاقة البيبي، سيبيها تلعب معاه وتهزر معاه وتاخده في حضنها، وسيبيه على اكتر. لما تكوني معزومة في مكان اديهولهم عشان يفرحوا، عشان ربنا يفرح قلبهم. انت كده دخلتي في قلبهم السعادة. يمكن انت بتحاولي تعملي معاهم لمحة، آه يعني مش عايزة تقصدي توريها لهم، بس انت كده بتسعدي اللي حواليكي. فبلاش الموضوع ده يا جماعه. انا لو يا ريت حد يكون بيعمل كده وبيسمعني، بلاش، عشان ربنا يطرح البركه في ولادكم. محدش حاطط خيمه على عياله. ربنا يحفظ كل عيل لاهله، ويحفظ كل بنت لوالدتها. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ليه حكمه في كده. يمكن الناس بتصبر والحمد لله والشكر لله وربنا هيكرمهم، عاجلا ام اجلا ربنا هيكرمهم بالخلفه وبالخلف الصالح. فما نفضلش احنا بقى والايام والايام على الناس. انا عايزه اقول لكل واحده: لو في ايدك نعمه، نعمه الخلفه، حاولي ان انت ما تنقليش حاجه سيئه للي قدامك. انت ممكن تكوني بصفو نيه بتقولي لها ايه ربنا يكرمك، لا يا ستي، انا بقول لك اهو وعامله الفيديو ده ليكي. بلاش كل ما تشوفي واحده لسه ربنا ما ادهاش مش هقول ما كرمهاش، لان ربنا كرمنا. معانا عيال ما معناش عيال، ربنا كرمنا، كرمنا قوي 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 قوي. كرمنا ان احنا، مش هفضل اقولك بقى بنقوم من النوم بصحة وعافية ان بنعمل كده اللقمة. انا عايزة اقول لكم على حاجة، والله مش بطول الفيديو عليكم، بس انا حابة ان اقولها لكم. انا عشت فترة مرض زمان، يعني الموضوع ده بعد وفاة والدتي الله يرحمها.
كان عندي من كتر كان عندي اعصابي تعبانه وجالي تعب اعصاب. كانت عيني دي اما باجي انام عايزه انام، كنت بغمض عين والعين التانية بتفضل مفتوحه. قعدت كده حوالي 22 يوم 20 يوم مش اكتر من كده. كنت بجيب طرحه سمراء واحطها على عينيا علشان خاطر عيني مش بتنزل. تخيلوا، عيني جفن عينيا ما بينزلش يقفل عشان انا نايم، بس عقلي ومخي انا نايمه بس مش عارفه اقفل عيني. ده كان تعب والحمد لله راح مني بالعلاج. واللهم لك الحمد على النعمه وكفى بها نعمه. مش بقصد اطول معاكم في موضوع او بدخل في موضوع. عايزه اقولك ان الست اللي انت شايفاها دي ما معهاش اطفال، مع كفايه النعم اللي هي فيها. شوفوا انا بقول لكم حاجه بسيطه كانت حاصله فيا. طبعا مش عايزه اقول لكم انا لو هحكي عن التعب اللي جالي ده عايزه 5 6 فيديوهات ان احكي لكم عليه. والحمد لله ربنا شفاني وعافاني. وزي ما انتم شايفين اللهم لك الف حمد ولك الف شكر. عايزه اقول ان مش كل النعمه خلفه، ربنا مدينا حقنا. واحد يا جماعه بياخد حقه، فبلاش نجور على حق الناس بكلام وحش. يا رب النهارده اكون يعني قدرت اوصل لكم المعلومه، وقدرت اقول لكل واحده ما تخليكي في حالك، خليكي في حالك مالكيش دعوه بغيرك. ربنا يبارك لك في ولادك ويبارك لك في جوزك وفي بيتك. فوفري الدعوه بتاعتك لنفسك. وعايزه اقول برضو للي لسه ما معهاش اطفال، لما واحده تفضل تقول لها مثلا انا جبت لك رقم الدكتور او ده، قولي لها لا انا ما بفكرش في الموضوع ده، لما ربنا يبقى ييسر. ده رزق بتاع ربنا، اللي ربنا رايد له الخلفه ربنا بيديها له. واقفلي وشك وانت بتتكلمي معاه عشان ما تتكلمش معاكي تاني. لما انت تصد اللي قدامك مره واتنين وتلاته ما تفتحيش معاها كلام فيه. ربنا يا حبيبتي يكرمك ان شاء الله بالخلفه. لا، ما انا الحمد لله ربنا كرمني بحاجات كتير. والله الخلفه مش شيء اساسي في الحياه، اللي ربنا رايده بيكون. فخلي ردك مع الناس بيبقى بالمنظر ده علشان ما يقولولكيش تاني. ولو لقيتي واحده اسلوبها كده حاولي ان انت ما تقوليلهاش حتى وريني عيلك ولا اشيله ولا اي حاجه. اعتبري ان الموضوع هوا قدامك وتجنبيهم واتكلي على الله. يعني حتى لو هي مثلا معاها طفل والكلام ده ولسه قايمه بالسلامه، الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، الحمد لله ان ربنا قومك بالسلامه. عن اذنك وسيبيها واتكلي على الله. في ناس مستفزه ما ينفعش معاها الذوق، وزي ما قلت لك في اول الفيديو الذوق للأذوق منه. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكي واكون فدتك ولو بمعلومه. اتركك في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.